السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل مربى البلح الأصفر. فإيه بنقشره إيه كده أهو، يعني كده على طول هقشر إيه ده كله، وبعدين أقول لكم إيه الخطوة الجاية بقى. كده أهو بيتقشر على طول كده، يعني كل واحد يقشره بالطريقة إيه اللي هو إيه عارفها يعني. فهقشره بقى وارجع لكم أقول لكم الخطوة الجاية هنعمل إيه. ورجعت لكم تاني بعد ما قشرته، وغسلته تاني برضو بعد ما قشرته، وبعدين حطيته بقى ومليت الحله ميه تبقى مغطياه كده، يعني ناقص حاجه بسيطه كده لحد ما الميه ما تغطيه كده. واول ما يغلي كده هوطي عليه النار على الاخر بقى واسيبه كده. قعد ايه تقريبا ساعه الا ربع على النار اللي كده استوى خالص اهو. هشيله بقى كده عشان يبرد وايه، واشيل النقع منه. ف وبعدين الميه بقى اللي فاضله دي هحط لها بقى، هوزن البلح ده بعد ما انضفه، وهشوف بقى قد ايه. والاتنين كيلو بلح عليهم كيلو سكر، فهم دول 2 كيلو، يعني تقريبا هياخدوا برضو كيلو سكر. فانا هخلص كده بقى وهجيلكوا بقى اقول لكم بعد ما اعمله، يعني انضفه اشيل منه النقع واحط له كيلو سكر وارجع لكم تاني بقى بعد ما اخلص. رجعت لكم تاني بقى ايه يعني انا زودت كوبايه ميه بس عليها عشان لقيت الميه نقصت قوي. فهنسيبها بقى كده لما تغلي بقى، وبعدين هنقوم ساقطين البلح ونفضل نقلب فيه بقى لحد ما تخلص خالص. وهوريها لكم برضو بعد ما اخلصها خالص، يعني كده بس دي تاخد غلوه واقوم ساقطه ايه البلح. هيغلي برضو شويه معاها كده، وبعد كده ايه هرجع لكم تاني بعد ما تخلص خالص. ورجعت لكم تاني بعد المربى كده ما خلصت اهي خلاص كده. اما بتبرد خالص بقى بتبقى بالشكل ده، يعني دي اهي، دي اللي خلصت، اللي عاملاها قبل كده نفس الطريقه دي. بس انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه قرفه ومعلقه قرنفل، يعني فيها قبل وهي بتغلي يعني بتستوي. وعصرت عصرة ليمونه، يعني هي الطريقه كده بقى، يعني زي ما عملتها معاكم خطوه بخطوه. ومعلقه قرفه ومعلقه قرنفل وليمونه بس. والاخر هتطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه في البطرمان ده كده. هتبقى حلوه قوي، طعمها جميل زي الشوكولاته كده، حلوه قوي. واشكر كل اللي متابعيني، وربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب. وما تنسوش بقى اشتراك في القناه للتشجيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.